مساء الفل على عيونكم. معاكم قناة أكلة وقصة، والنهاردة هنعمل مع بعض الفلافل أو عجينة الطعمية بطريقة سهلة وبسيطة جدا. هعملها معاكي من الألف للياء. عرفت بقى إن القرص بتاع الطعمية وصل لجنيه ونص. احنا بقى مش هنرضى بالغلاء ده، ولازم نعمل حاجة كده حلوة واقتصادية في البيت. هنبدأ بقى سلسلة إن احنا نوفر وندبر ونعمل حاجات حلوة في البيت. زي ما انتم شايفين الطعمية لونها فاتح جدا وكمان خفيفة، وعايزة أقولك مليانة هوا. هقولك على السر اللي بيخبوه عني في محلات الفول والطعمية. هنعمل طعمية كده عاملة شبه هشة كده، شبه القطن كده، جميلة جدا وهتعجبك جدا. أول خطوة عشان الطعمية متسودش معاكي، أول حاجة معايا إن الخضرة تكون قليلة. أنا هنا معايا نص كيلو من الفول المدشوش نقعته لمدة ليلة كاملة. حابة تنقعيه أقل من كده انقعيه، بس أقل حاجة 5 ساعات. المهم إن انتي تنقعيه بمية عادية خالص من الحنفية، أحسن من المية المغلية بكتير. معايا هنا بقى حزمة كرات وحزمة بقدونس وخمس فصوص ثوم وبصلتين، ممكن تستخدمي بصلة واحدة كمان. عايزة اقولك ان الفول المدشوش وهو منقوع في المية العادية بينفش احسن، ولما بيضرب معاكي بيبقى طعمه احلى بكتير، غير لما بتحطي عليه مية سخنة بيبقى مستوي نص سوا ومعجن مش حلو خالص. طبعا زي ما انتم شايفين الخضرة قليلة جدا علشان خاطر الطعمية تطلع معاكي فاتحة، ما تطلعش غامقة وانتي بتقليها، وما تحسيش ان هي بتتحرق معاكي على النار. زي ما انتم شايفين كده كل حاجة حطيتها في الكبة بتاعتي وضربتها. هتفضلي تضربي فيها. لو عندك بقى المكنة بتاعة البسكوت بتاعة زمان، هي دي احسن حاجة ممكن تعملي بيها، بس احنا طبعا بنحب السرعة فقلنا نعمل في الكبة اسرع واحسن. لكن المكنة بتاعة البسكوت لو عندك منها حطيها على الوش الناعم بتاع الفرن، وفرمي الفلافل بتاعتك او الطعمية وتاكلي احلى عجينة طعمية جميلة جدا. طبعا الفرق ما بين الكبة والمكنة اللي هي بتاعة البسكوت او المفرمة اليدوية، ان المفرمة اليدوية كده بتلاقي العجينة بتاعة الفلافل بتنزل سوائل وبتلاقيها طرية ومهشهشة. دايما كده لما تيجي تعمليها في الكبة بتلاقي العجينة بتاعة الطعمية مكبوسة وما بتبقاش هشة زي بتاعة الراجل. انا بقى هقولك على السر اللي هيخليها هشة وجميلة. زي ما انتم شايفين انا ضربت الخليط بتاعي، انا قسمته على مرتين، يعني ما تمليش الكبة بتاعتك على الاخر. ممكن كمان لو ما عندكيش كبة خالص ممكن تعمليه في الخلاط، بس حطي شوية مية، وبعد ما تضربيه خالص ممكن تصفي المية اللي انت عملتيها، بس طبعا هتضربيه ضرب متقطع. شايفين لون العجينة ازاي فاتح معايا؟ هي دي بقى الخطوة والسر اللي بيخلي عجينة الفلافل هشة وجميلة، ان احنا نضربها بالمضرب الكهربائي. طبعا هو عند بتاع الفول بيضربها في عجان كبير جدا، بيضرب الكمية كلها، بتلاقيها كده كلها هوا. حتى لما بتاخدي العجينة من عنده بتلاقيها دايما سايبة كده وسايلة. ولما بتيجي تقليها بتلاقيها فاتحة وجميلة، وهو ده الفرق دايما ما بين الفلافل بتاعة المحل وبتاعة البيت. احنا بقى هنا هنضربها بالمضرب بتاع البيض وهنخليها هشة وجميلة جدا. عندك سمسم استخدمي، ما عندكيش سمسم ممكن تقليها من غير سمسم خالص. طبعا انتوا لو لاحظتوا ان انا ما حطيتش على عجينة الفلافل اي بهارات نهائي، علشان اسيبها واحتفظ بيها وافرزها زي ما هي. وقت ما احب اطلع الكيس بتاعي احط عليه الملح والكزبره. في ناس بتحب تحط شطه زي ما تحبي، انا طبعا عشان بنتي الصغيره بتاكل معانا فما رضيتش احط شطه، بس لو حابه تحطي شطه حطي. وطبعا عايزه اقول لك كمان ان لو عندك هريسه شطه ممكن تحشيها فيها في النص، بتطلع الفلافل المحشيه اللي بالشطه رهيبه، بتطلع طعمها حلو جدا. طبعا احنا بننزلها في زيت سخن، ما يكونش سخن قوي ولا بارد قوي. زي ما انتم شايفين كده مطلع فقاقيع كده وجميل جدا. حطيت شويه صغننين كده من السمسم وقلت اقليها واوريكم شكلها ايه. هوريكي دلوقتي اللون الفاتح بتاعها، وكمان بتطلع مهشهشه من جوه. هوريكي كمان الفقاعات بتاعة العجينة بتاعة الفلافل، وهي دي اللي بتفرق. العجينة اللي بتبقي جايباها من عند الراجل من اللي انت بتعمليها في البيت بتبقى مكبوسة. عايزة اقولك لو حابة تضيفي نص معلقة صغيرة من الكربونات عشان العجينة تنفش ممكن تحطي. انا ما حبيتش احط كربونات دلوقتي عشان اوريكي العجينة على حقيقتها من غير اي كربونات، وهي ازاي هشة وجميلة ولونها فاتح وحلوة جدا ومش مكتومة. شايفين اللون حلو ازاي؟ زي اللون بتاع الراجل ولا لا؟ اكتبوا لي بقى تحت في التعليقات طلعت معاكم زي بتاعه الراجل ولا لا. سر جميل جدا، وبجد بتطلع الفلافل طعمها زي اللي احنا بنجيبها من عند الراجل، لونها فاتح جميله جدا وهشه من جوه.
وزي ما بقولك كمان لو زودتي الكربوناتو هتطلع جميلة جدا. شايفين الطعم والجمال واللون الفاتح، وطبعا عشان احنا ما حطيناش خضرة كتير فتطلع معانا العجينة مش محروقة، بتطلع واخدة لون حلو زي بتاعة الرول. عايزة اقولك ان بتاع الفلافل اكيد ما بيزودش خضرة كتير لان هو محتاج يكسب اكتر. زي ما انتم شايفين العجينة لونها فاتح جدا والفلافل طالعة معايا فاتحة. تعالوا نفتح واحدة. زي ما انتم شايفين كده كمان هوريكم، شايفين العجينة حلوة ازاي. تعالوا نشوفوا بقى الأكياس بتاعة العجينة، ركزوا كده معايا هتلاقوا فيه فقاقيع كتير. هو ده الهواء اللي احنا دخلناه لما ضربنا بالمضرب الكهربائي. كل مرة تيجوا تطلعوها ممكن تضربوها. بألف هنا وشفا.